التقوى الخوف من الجليل. خش على البند الثاني، العمل بالتنزيل اللي هو ايه؟ القرآن. طب كم واحد قاعد فينا كده بيحفظ أولاده القرآن؟ الناس اللي عمالة تدفع عشرات ومئات في الدروس، بتدفع لابنك كام عشان تحفظ؟ نيجي عند الشيخ أبو 50 و100، ليه يا عم الشيخ؟ ده القرآن يعني بتاع ربنا. مش ده اللي بيحصل؟ مع ان افضل الكسب ان انت تغني الشيخ ده عن السؤال. هو الشيخ ده هياكل طوب يعني؟ ما هو بشر. ده انت المفروض تدفع للقرآن اكثر. ما علينا، مش قضيتنا دي. انت عامل لنفسك ورد قرآن ايه في اليوم؟ كل واحد يسأل نفسه كده، انا بقرأ قرآن قد ايه في اليوم؟ عامل نفسك ورد قد ايه؟ ما بعرفش اقرأ. يا سلام، ده احنا عندنا قنوات وعندنا دلوقتي برامج بتنزل على التليفونات، يعني مفيش حجة لأي حد. بدل ما انت طول الوقت كده قاعد عمال مشغل المسلسلات والبرامج والمناظر العارية والساقطة، اسمع يا اخي قرآن وشغل كده القرآن في بيتك. حل ايه مع القرآن؟ كل واحد يسأل نفسه. اي واحد هيقول لك انا تقي وهو بعيد عن القرآن، قول له انت كذاب. كذاب طبعا، لان القرآن اول طريق التقوى. في آية كتير مننا بيمر عليها، مع ان اول آية او من اوائل الايات في القرآن. اول شيء، انت كل يوم اقل واحد بيقرأ الفاتحة كم مرة؟ اقل واحد اللي هيصلي الفروض بس 17 مرة. كل يوم بتسأل الملك اهدنا الصراط المستقيم، بتسأل ربنا الايه؟ الهداية. خش بقى على اول سورة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك، لا شك ايه فيه. أول آية هدى للمتقين، يعني أول آية في القرآن الملك بيعرفك إن أول طريق هدايتك من القرآن. يبقى ما فيش واحد هيحقق التقوى إلا بالقرآن. أول آية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى أول طريق الهداية للمتقين هو مين؟ قرآن. يبقى طول ما أنت بعيد عن القرآن انسى ان انت تعيش حياة سعيدة، هتفضل عايش في ضنك وهم. واللي اخبرنا بهذا هو الله. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا والآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هو القرآن ده مش من الذكر، ده أعلى أنواع الذكر القرآن. مش عايز أطول، أنا بس عايز أديك نبذات عشان تحقق التقوى. لو أنت عايز تحقق التقوى لازم تلزم كتاب ربك وتعلم أولادك القرآن وتحفظهم القرآن وتعلمهم القرآن. طيب التالتة